بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم عن الإمام المهدي. الإمام المهدي وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من عترتي، أي من آل بيتي، وأطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حدثنا به ضمرة عن ابن شوازب عن ابن سيرين قال: لا يخرج المهدي حتى يقتل من كل 9 7. وهذه دلالة عن أن الفترة التي يخرج فيها المهدي رضي الله عنه هي فترة ملاحم، كما جاء في الحديث الذي ورد في كتاب نعيم بن حماد المروزي قال: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن فلان المعافري سمع أبا فراس سمع عمرو بن العاص سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خروج المهدي خسف بجيش بالبيداء، أي خسف في إحدى الصحاري، وهي الصحاري التي تؤدي إلى المدينة. وفي حديث آخر عن أحمد بن حنبل حدثنا حجاج بن نعيم قال: حدثنا قطر عن القاسم بن برة عن أبي طفيل قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.